نحن في هذه اللحظات برضو بنحيي أخواننا على قيادة حكومة السلام والوحدة، وعلى رأسهم سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه القائد عبد العزيز الحلو، وكذلك أخونا رئيس مجلس الوزراء الأستاذ التعايشي، وكل العقد الفريد في تحالف السودان التأسيسي، وأخواننا شاغلي المواقع الحكومية التنفيذية منها والقضائية. نحن نحييهم على هذا القرار الشجاع وهذه الخطوة الجميلة التي يعني أثلجت صدور كثير من المواطنين القاطنين في مناطق سيطرة قوات التأسيس، لأنه كل الناس بتعلم أنه منذ 15 أبريل 2023 التاريخ الذي يعني انطلقت فيه هذه الحرب اللعينة طوالي صاحبتها تداعيات. حرموا كل أبناء الشعب السوداني اللي بقعوا في مناطق سيطرة الدعم السريع وفي مناطق سيطرة قوات التحالف السوداني التأسيسي، حرموا من الامتحانات منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخه، لا لذنب جنوه، فقط أنهم الجغرافيا أوجدتهم في مناطق سيطرة الدعم السريع. كثير من الدول شهدت يعني مثل هذه الحرب، ولكن إطلاقا في أشياء مشتركة. التعليم حق، كفلوا الدستور والقانون لكل مواطن سوداني في أنه هو ينال حقه في التعليم، وحقه في الصحة، وحقه في عدد من المستحقات الموجبة بتمتع المواطن في دولة المعنية. كذلك نحن برضو على مستوى ولاية غرب دارفور مستعدين لاستقبال هذا الحدث الكبير، وفي حكومة الولاية ما بندخر جهد. يعني نحن أي حاجة عندنا في الولاية دي ممكن نسخرها لنجاح هذا الامتحان، لأنه نحن الآن في تحدي حقيقي. عندنا أبناء كادوا أن يضيعوا بعدم يعني نيل حقهم في امتحانات الشهادة السودانية. فالعام 26 إن شاء الله بالبشريات اللي ذكرتها أخوتنا مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية وعضو اللجنة العليا الإشرافية على امتحانات الشهادة السودانية، يعني إحنا أبنائنا إن شاء الله يعني بينالوا حقهم، وكل الضوابط الفنية الخاصة بامتحانات الشهادة السودانية قبل 15 أبريل أخواننا دير وضعوها موضع التنفيذ، يعني يتقيدوا بكل الإجراءات. هذه الامتحانات نحن نطمئن أولياء أمور الطلاب والطالبات في أن هذه الامتحانات معتمدة، وخير دليل في أنه في تواصل مع كثير من دول الجوار والدول الخارجية، يعني أنها هي بتستقبل أبنائنا في الدراسة بجامعاتهم، وده مكسب كبير جدا جدا بالإضافة لجامعاتنا المحلية الموجودة. نحن برضو في المحليات المذكورة ولاية غرب دارفور فيها 8 محليات، في 6 محليات الآن بها مدارس ثانوية وطلابها الآن هم بيدرسوا. كل المدارس بالمحليات والوحدات الإدارية إن شاء الله تقام فيها مراكز للامتحانات بمحلياتهم، عشان برضو الناس ما يحملوهم يعني تعب السفر والمشقة بتاعت السكن وكده. نحن إن شاء الله نوفر الامتحانات لكل ناس في موقعهم بالتنسيق مع أخواننا في اللجنة العليا، نرتب كل الحاجات دي إن شاء الله. برضو ولاية غرب دارفور يعني في فترة الحرب يعني هي يمكن من أكثر الولايات أمنا، ده برضو خلى أنه عدد كبير من أبناء الشعب السوداني يلجأوا لولاية غرب دارفور بأعداد كبيرة. يمكن الولاية استقبلت أكثر من 60,000 أسرة قادمين من يعني وافدين من ولايات السودان المختلفة، وبرضو عندهم أبناء في سن الدراسة وسن امتحانات الشهادة السودانية. برضو نحن يعني بنطمئن أسرهم وبنبشرهم في أنه أولادهم يعني هم أبناء السودان وهم أبناء ولاية غرب دارفور، ولهم الحق في أنهم ينالوا حقهم من الامتحان. وإن شاء الله نحن يعني مع تقديرنا لظروفهم ولكل حاجاتهم، وإن شاء الله مع أخواننا الشركاء، أخواننا في المنظمات وأخواننا في كل المؤسسات الحكومية بالولاية، نحن يعني قادرين في أنه كل العجز البنتج من الرسوم وكده نحن ممكن كولاية نسدده إن شاء الله. نحن برضو كل الحاضرين ديل دارين نحملكم رسالة أنه
الناس يعني في أهلنا بسطاء في كثير من مواقع السودان يعني يمكن ما بيسمعوا بهذه المعلومات. نحن برضو محتاجين في أن كلنا نكون رسل نبلغ هذه المعلومات ونوصيها لكل الناس، عشان برضو نحن نهيئ الناس للحدث اللي بيحصل يوم الخميس يوم 4/6/2026 اللي هو مواعيد انطلاق امتحانات الشهادة السودانية بمناطق حكومة السلام والوحدة. نحن اليوم بصدد انعقاد المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة السودانية لحكومة تأسيس في مناطق سيطرة الدعم السريع للعام 2026. نيابة عن أعضاء لجنة أمن الولاية، نحن كلجنة أمن الولاية بحمد الله أعددنا خطة محكمة لتأمين هذا الحدث الكبير بمناطق سيطرة الدعم السريع، وعليه نبشر المواطنين بالولاية أولياء أمور الطلاب بأننا قد أعددنا خطة محكمة لتأمين هذا الحدث، ونطمنهم بالأمن والاستقرار في هذه الولاية. وأخيرا إن شاء الله نسأل الله التوفيق وأن يوفقنا لتغطية هذا الحدث لأبنائنا الطلاب.